ابنك قام بالليل ولقيتيه جاي عمال يتنفض ويقول لك انا حاسس ضربات قلبي سريعه، وحطيتي ايدك على صدره ولقيتيه فعلا ضربات قلبه سريعه ومش عارف ياخد نفسه، وقمتي كلفتيه في اي حاجه ونزلتي جريتي على الطوارئ. مش كل واحد فينا جاله ضربات قلب سريعه وحس ان هو مخنوق ومش عارف ياخد نفسه والدنيا كانها بتروح منه وروحه بتطلع معناها ان عنده ازمه قلبيه. في حاله نفسيه بتحصل للناس اللي هم نقدر نقول حساسين شويه، بيتاثروا بالاعراض الاحداث اللي حواليهم، وهي نوبه هلع. مريت بان واحد من صحابك جاله نوبه هلع؟ شفتي صاحبتك وهي عندها نوبه هلع؟ نوبه الهلع من اسمها نوبه معناها انها بتيجي فجاه تمشي فجاه. أعراض جسمانية وأعراض ذهنية. الجسمانية ضربات قلب، نهجان، وجع في البطن، إحساس إن أنا عايزة أخش الحمام، إحساس إن أنا كل أطرافي منملة، إحساس إن أنا جسمي كله بيترعش بيتنفض. معاها إحساس ذهني من هموت دلوقتي، أنا هيجرى لي حاجة وحشة دلوقتي، أنا لازم أتلحق، أنا لازم حالا تتصرفوا في اللي أنا فيه ده. كل الأحاسيس دي لما تتركز وتيجي فجأة بتخض الشخص خضه جامده، ومع الخضه بتزداد ضربات قلبنا، ومع الخضه بيزداد نفسنا واحساسنا بان في حاجه غلط هتحصل، انا هموت. تاخد لها ثواني، وده لان جهازنا الفسيولوجي ما يستحملش انها تقعد كتير، لكن ما بتختفيش فجاه ونرجع للحاله الطبيعيه. نقعد شويه شويه تختفي، واحنا في الفتره دي كلها قلقانين ومتوجسين. اكتر وقت بتحصل فيه واحنا داخلين ننام، لكن ممكن تحصل بالنهار، ممكن تحصل في وسط ما احنا قاعدين بنتفرج على التلفزيون، ممكن تحصل وانا سايق في المشوار اللي بروحه كل يوم. احساسها سخيف وهي بتحصل، وبتسيب وراها اللي بنسميه القلق التوقعي anticipated anxiety. اتمنى اكون ترجمتها صح. بس انا بالنسبه لي العيان بيبقى قاعد عامل ايه؟ انا خايف تجيلي تاني، فممكن ابقى مش هخرج، ممكن مش هروح الحته اللي جات لي فيها، ممكن ابقى متوجس انه انا على طول قلقان. ومع القلق ده يبتدي يبقى الشخص حاسس ان هو على طول مجهد، على طول تعبان، على طول مرهق. في ناس تبقى بقى تروح الطوارئ، دكتور قلب، دكتور باطنه، تسال حد من اصحابها، وده رد فعل طبيعي، عرض مفاجئ مزعج، هروح لدكتور. نروح للطوارئ يقولوا انت كويس كل حاجه، ما فيش غير ضربات سريعه، لكن ما فيش اي سبب في يعني يدعونا للتدخل. طب يا جماعه انا عندي ايه؟ طب انا تعبان ليه؟ يروح لدكاتره الباطنه يقولوا لا ده شويه قلق وتوتر هتبقى كويس، وممكن يكتبوا له على دواء خفيف. يتكلم مع اصحابه، يا عم بس كده واحد الله، ايه بس خليك كده كويس وانت ان شاء الله هتبقى كويس. المشكله كلها ان الشخص ده بيبقى قاعد فتره طويله، اسابيع، شهور، النوبات دي بتجيله مش عارف لها سبب. فمش بس النوبات اللي بتقلقه، وغموض وعدم وضوح سببها هو ده اللي بيوتره اكتر، ولما بيتوتر اكتر عرضة انها تجيله اكتر. سيدي الفاضل، سيدتي الفاضله، دي نوبات هلع، نوع من انواع الاضطرابات بتاعه القلق، بتحصل لاي حد فينا في اي مرحله عمريه. ما هياش مرتبطه بان انا يكون عندي امراض عضويه ولا لا، ضغط، سكر، اي حاجه. ممكن لنتيجه ضغوط كنت بمر بيها في الفتره اللي فاتت فيجيلي نوبه هلع، وممكن ما اكونش مريت باي ضغوط بس جات لي نوبه هلع. نوبه الهلع مؤثره في حياتنا بشكل سلبي جدا، لانها ممكن تضايقنا، تخلينا على طول قاعدين خايفين، متوترين، مش عارفين ننام، مش عارفين نعمل الانشطه اليوميه بتاعتنا. يعني حتى لما بتقومي تعملي سندوتشات لاولادك انت حاسه انك متضايقه ومش مبسوطه، حتى وانت رايح شغلك انت قاعد متوجس وقلقان ومتوتر طول الوقت، حتى وانت مع اصحابك بتبقي عصبيه لانك انت حاسه انك انت خايفه طول الوقت. القلق والخوف بيخلينا نبقى مشدودين، فردود افعالنا بيبقى مبالغ فيها. الحاجه الثانيه اللي عايزه اقولها لكم، علاجها متوفر. البعض بيروح للدكاتره الصح وبيروح وبياخد علاج صح، واول ما يتحسن يسيب الدواء، اول ما يسيب الدواء تريك يروح واخد هدر تاني، تجيله تاني. ده في حد ذاته بيحسسه وكأن اللي عندي ده ملوش علاج. لا، هو له علاج بس ممكن يكون بيطول شوية، حتى لو كنا بناخد العلاج واحنا ما بتجيلناش نوبات. واحنا في الطب بنسميها بروفيلاكسس، انا بدي الدواء عشان خاطر العيان لسه في مرحلة شفاء متوسط، ما هواش شفاء تام. انا قللت النوبات، اضعفتها، خليتها ما بتجيش غير كل فين وفين بالدواء، لكن لازم افضل ماشيه عليه فتره عشان خاطر اتاكد تماما انها خفت. بليز بلاش ترقصوا على السلالم، لا تاخدوا علاج ولا ما تاخدوش علاج، تاخدوه نص كده، نص لبه، عشان ده بيعمل نوع من انواع المقاومه من الجسم للعلاج لما نضطر نبتدي. سامعاكي يا اللي بتقولي يعني هي علاجها بالدواء بس؟ لا، علاجها ممكن يكون بالدواء، كذلك جلسات علاج نفسي. طيب هنعمل ايه في جلسات العلاج النفسي؟ هنبتدي نتبرمج المخ ان هو يفهم ايه هي الحاجات اللي ممكن تكون ضغوطات هو مش لاقطها، لكن جهازه العصبي بيستنفر ليها. هنبتدي نعلم العيان ازاي لو النوبة داخلة يهدي نفسه ويتصرف بشكل ما يسمح لهاش انها تعلى. هنعلم العيان ازاي يعمل بعض التمارين اللي تساعده اثناء ما هي داخلة او هي موجودة، تقوم تقلل شوية من اثرها عليه. فاذا العلاج النفسي مع الدوائي من متخصص، سواء كان طبيب نفسي
او معالج نفسي، هو ده اللي هيوصل العيان او العيانه الى الشفاء التام. لما حد بيجيله نوبة هلع، المحيطين بيه ممكن يدوله بعض الوصف والصفات الغير صحيحة. كون ان انا عندي نوبة هلع فانا عندي مشكلة صحية زيها زي لو كان عندي الضغط وكان السكر. له جنان وله هبل وله دلع وله اي حاجة، هو ببساطة شديدة نوبة قلق شديدة ما كانش متوقع انها تيجي، وهو ده اهم ما يميزها. فهو لا جنان ولا دلع ولا هزار ولا بحاول اتمسكن ولا بحاول اكتسب عطف الاخرين، ده مرض نفسي من مجموعة القلق اصيب بيه الشخص وبيحتاج ان احنا نتصرف معاه بشكل معين. في بعض الاصدقاء لما بيشوفوا شخص عنده نوبة هلع هم نفسهم بيجي لهم فريز، بيتجمدوا مش عارفين يعملوا ايه. الشخص اللي بيجي له نوبة هلع محتاج منك ما تقعدش تقول له اطمن ما تقلقش. كوني حتى بقول له ما تقلقش معناه ان في حاجة تستدعي القلق وانت بتطلب مني ان انا ما اقلقش، فهو هيقلق زيادة. ادي اول غلطة. تاني حاجة هو بيحتاج ان احنا نبقى واقفين جنبه، بيحتاج ان احنا نبقى بنحاول نعمل له نوع من انواع التدليك في ايده، نبص له في عينيه ونقول له بص في عينيا، ركز معايا، حاول تخليه يتحكم في سرعة تنفسه، وفي نفس الوقت ما تخليهوش يبقى محاط بناس كتيرة كل نظراتهم ليه تخليه يتوتر زيادة. كلمة ما تقلقش وان اللي حواليه بيبصوا له على ان هو عنده حاجة غريبة، ده بيزود التوتر بتاعه. فالافضل نقعد في مكان هادي، نمسك الايدين جامد ونحاول ان احنا نخليهم يركزوا معانا ونتكلم معاهم، لان اكتر حاجة بتفيد في اللقطة اللي عنده نوبة هلع هو ان انا احاول اشغل تفكيره عن التفكير في الاعراض اللي موجودة عنده. فيا اما اقول له بص على الشجرة دي، بص الورق بتاعها شكله ايه، بص الست دي لابسه بنطلون لونه ايه، ده جينز عليه تي شيرت شكلها ايه. فانا بحاول اخد تفكيره في حته بعيده عن انه يبقى مركز في الاعراض اللي حاصله له. مهم جدا ان احنا ما نتريقش، ما نسميهاش تسميات واحنا الجهله مش عارفين هي ايه. دي نوبه هلع، نوبه قلق، نوبه خوف، عادي جدا. اطمنه، اقول له بتحصل لناس كتير، انت مش حاجه غريبه. وننصح صاحبنا او صاحبتنا او ابنك او بنتك ان هو يلجا للعلاج. العلاج متوفر سهل، دوائي كان او علاج نفسي، والحالات دي بتروح مع العلاج. عشان كده ما تتاخروش انكم تروحوا للدكاتره، واتمنى للجميع ان هو يبقى كويس. هستناكم تكتبوا لي في الكومنتس كم حد فيكم مر بتجربه زي دي وما كانش يعرف ان هي نوبه هلع.